العالم بيتغير بسرعة ومصر مش قاعدة بتتفرج. في تحركات استراتيجية كبيرة جدا بتحصل في الكواليس هتغير شكل المنطقة كلها. تخيلوا روسيا بتعتبر مشروعين ضخمين في مصر هما الأولوية رقم 1 بالنسبة لها. مشروعات مش بس اقتصادية، دي مشروعات استراتيجية هتغير موازين القوة. ايه هي المشروعات دي؟ وإيه اللي حصل بالظبط في الغرف المقفولة بين المسؤولين المصريين والروس؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع معانا للآخر. العلاقات ما بين مصر وروسيا مش مجرد علاقات عادية، دي علاقة تاريخية وقديمة جدا، لكن في الفترة الأخيرة في زخم جديد في التعاون ده، كأنه في حاجة بتتحضر في السر. مؤخراً وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استقبل نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك في القاهرة. اللقاء ده ما كانش مجرد لقاء بروتوكولي، ده كان لقاء علشان يسرع تنفيذ مشروعات مشتركة ضخمة جداً. الوزير المصري أكد اعتزازه بالعلاقات القوية مع روسيا، وقال إن في تنسيق مستمر بين البلدين على كل المستويات. ده ظهر في الدورة ال15 للجنة المصرية الروسية المشتركة اللي حصل فيها خطوة مهمة جدا، وهي توقيع عقد الانتفاع بالأرض المخصصة للمنطقة الصناعية الروسية في مصر. اللقاء ركز على مشروعين استراتيجيين بجد. الأول محطة الضبعة للطاقة النووية، والمشروع ده مش بس محطة كهرباء، ده بيدي مصر قوة نووية مدنية، ودي حاجة بتغير المعادلة في المنطقة. روسيا هي الشريك الرئيسي في بناء المحطة، ومصر أكدت إنها هتقدم كل التسهيلات والضمانات علشان المشروع ده ينجح. أما المشروع التاني فهو المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وده مشروع ضخم جدا. نائب رئيس الوزراء الروسي راح بنفسه يشوف سير العمل في المنطقة دي. المشروع ده بالنسبة لروسيا هو فرصة استراتيجية علشان تخش الأسواق العالمية، خصوصا في الجنوب العالمي، يعني إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. موقع المنطقة دي مهم جدا لأنها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي بتضم 6 مواني بحرية وتتحكم في 20% من تجارة الحاويات العالمية. روسيا بتشوف إن الموقع ده هيخليها توصل بسهولة لكل الأسواق، وهتزود إنتاجها الصناعي وتخلق فرص عمل جديدة. اللقاء ده والتحركات دي بتبعت رسائل واضحة لكل الأطراف الدولية. بالنسبة لمجتمع الأعمال الروسي، المسؤول الروسي شدد على إن لازم يتم تعريف رجال الأعمال الروس بالامتيازات الضريبية والجمركية اللي بتقدمها المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، علشان تشجعهم يشتغلوا في مصر اللي هتكون بوابة ليهم لإفريقيا. أما الدول الأوروبية وأمريكا، التحركات دي بتوري إن مصر وروسيا بيكملوا طريقهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية بغض النظر عن أي ضغوط أو خلافات دولية، وده بيأكد إن مصر ليها علاقات قوية مع كل القوى العظمى، وده بيزود نفوذها في المنطقة. التعاون مش بس في الطاقة والصناعة، اللقاء ناقش كمان تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة والطيران. عدد السياح الروس اللي بيجوا مصر زاد بشكل ملحوظ، وده بيدل على ثقة الناس في مصر، والتنسيق بين السلطات في البلدين بيضمن إن القطاع السياحي يفضل قوي ومستمر. في النهاية، زيارة المسؤول الروسي والمؤتمر اللي اتعمل علشان يتابعوا تنفيذ المشاريع دي بيوضح إن الكلام اتحول لأفعال. مصر وروسيا بيتحركوا بشكل عملي وملموس علشان يحققوا أهدافهم المشتركة. المشروعين دول مش مجرد مشروعات اقتصادية، دي أوراق قوة بتستخدمها مصر في سياستها الخارجية، وبتأكد إنها شريك استراتيجي لكل القوى العالمية، وده اللي هيغير شكل ميزان القوى في المنطقة.